الذي وقع في المنطقة. رافعة تحاول الآن ضابط للجيش اللبناني يغلق. طيب، واضح أن القوات الأمنية قد تدخلت الجيش بالقوة. مراسل الحدث محمود شكر يتعرض لمضايقات على الهواء مباشرة. القوات الأمنية اللبنانية تحاول إطفاء كاميرا الحدث. مين حكي معي للكابتن؟ ليش انا مين عم يحكي معك انت؟ ليش مين حكي؟ ما تقرب على اللي ضابط في الجيش اللبناني، خلصني بقى من ربك. انت عم تمشي مع الكاميرا. جيب تليفوني لحظه، انا بحكي انت بالقائد. روح. مشاهدينا، نتابع وإياكم هذه الحالة مباشرة على الهواء. محمود، بداية يعني الأولوية لسلامتكم. إن اضطريت لقطع المباشر. الجيش يريد أن يترك الشارع. الجيش يريد أن يترك الشارع، يعني الضابط ترك العالم كله وذهب لنا وحاول ضربنا. يعني الجيش كان ذلك على الهواء مباشرة. على العلم نحن نقف على جانب الطريق. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.